بيش ارضيك يل ضحيت عمرك، قل لي بيش ارضيك، عندي عمر واحد فدوى لعيونك، ولو عندي بعد والله إلا انطيك. أدورك وسط روحي يا حبيب الروح، ومنين التفت حارس علي يلقيك. إذا عالوا علي ما تنام ذاك الليل، وحدك تنتخي من غير ما أنخيك. حملة بداخلي سويت للإيمان، وعليت المآذن ربنا يعليك. حملة بداخلي سويت للإيمان، وعليت المآذن ربنا يعليك. حريص انت حريص، أنا أعرفك زين، وعلى الزينات على الطيبات ما وصيك. وهكذا يتواصل الألق العراقي في أبهى صوره لتعلن القلوب بيعتها للقائد المنصور بالله صدام حسين حفظه الله ورعاه. ولنجدد معكم مشاهدينا التحية في هذا الفرح، وباسمكم نرحب بضيفينا الفنان المطرب صلاح البحر، أهلا وسهلا. نرحب أيضا بالشاعر خضير هادي، أهلا وسهلا. نبدي ويا الفنان صلاح البحر. صلاح، بداية طبعا أشكر قناة العراق الفضائية، وشكرا لكم طبعا في هذه المناسبة السعيدة أن نجدد عهد والوفاء إلى قائدنا المفدى صدام حسين حفظ الله ورعاه، وكل عام وعراقنا وشعبنا بألف خير إن شاء الله. ماذا قدم الفنان صلاح البحر والشاعر خضير هادي من أغنيات لهذه المناسبة؟ نعم، قدمت أغنيتين في هذه المناسبة السعيدة. طبعا أول أغنية نعم صدام إلك جينا من كلمات كريم راضي العماري والحان محمد هادي، والثانية من كلمات عادل محسن والحان الفنان محمد هادي. الأعراس كثيرة بهذه المناسبة. في مجال الشعر أقامت جمعية الشعراء الشعبيين راح تقيم بهاي المناسبة الكبيرة مهرجانات في كل محافظات القطر، ومهرجان عام في بغداد بالنسبة للشعر الشعبي. وأما في مجال الإنشودة أكو عمل إن شاء الله أنا والفنان قاسم السلطان، يعني اللي هو ألحاني وكلماتي، ونفذ وإن شاء الله تشوفوا من خلال التلفزيون إن شاء الله. صلاح، شنو هي أبرز الأغنيات اللي قدمتها اللي تغنت بحب القائد؟ نعم، عندي طبعا يمكن أبرزها برزنت كم أغنية، بس من أبرز الأغاني إني طلعت الشمس. إحنا ولد صدام من هذا التراب، إحنا ولد الماوطة راس الإحراب، إحزام ظهرك كنا ونهز رايتك، وإحنا بالشدة سيوف بيمنتك. يا بطل يا الما غفع للعيلة، واللي يريد الغانمة تودي له. البحر عطشان منك شرب مي، يا أبو الليثين عداي وقصر. صلاح، من هم أبرز الشعراء والملحنين اللي تعاملت وياهم بمجال الأغنية الوطنية؟ طبعا من ضمنهم الشاعر والمبدع ماجد عودة، وعادل محسن، وخضير هادي، وعلي المطيري، وعلى العتابي. والملحنين على ضياء الدين، وطبعا وحسن فالح ومحمد هادي، طبعا بالإضافة إلى ألحان. أكو أغنية عن البيعة جديدة؟ نعم. أبرز الأعمال الشاعر خضير هادي الوطنية، أبرزها اللي تحس يعني قريبة منك وتحس صداها قوي جدا كان؟ أكو مجموعة قصائد سجلتها أنا بصوتي مع الفرقة الموسيقية اللي هي 28+4 وبشرضيك، هاي اللي سمعتوها، ومجموعة قصائد
في كاسيتات يعني نازله للسوق. واخر عمل اللي هو انا كلش احبه يعني، بالاضافه الى عمل صلاح وعمل الفنان حاتم، عمل قاسم، هذا اللي ان شاء الله هسه تشوفوه يعني. ان شاء الله يعني عمل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا الان احنا والمشاهدين نشاهد ونسمع عمل مشترك بين الشاعر خضير هادي والمطرب صلاح البحر، شعر وغنى. ارجع لي 7 سنين عدا هاي السنة، 15 كان اليوم وال10 شهر. شنو بالنسبة إلك هاي الأرقام بهيج تاريخ العراق اللي انتصر؟ زحف شيب وشاب من أجل الوفاء، بدمنا وقعنا نعم أكبر فخر. نشكرك يا رب احنا بكل صلاة، انطيتنا صدام هم عون وسند، وندعي من عندك بحق الأولياء تحفظه إنه ويبقى للأبد. 28 زائد 4 32، ضيف لها بعد، ضيف 5 سنين، لا تنقص سنة، تلقى بالتاريخ يوما للسحب. نعم للسيف والدلة، نعم للشرب من دجلة، نعم لصدام اخو هدله، نعم للي ربى ويانه، نعم للغايض عدانه، نعم للبيده سوانه، نعم للوقف حامانه، نعم للكبر معروفه، نعم للفاضل جفوفه، نعم لابن العراق الزين، نعم لصدام ابن حسين، نعم للخيلة مسروجة، نعم للإجا من العوجة، نعم للشاعة أخباره، نعم للحامة عن داره، نعم للماطفة ناره، نعم للكرم خطاره، نعم نعنين من عنده، نعم نعنين من عنده، نعم للي عبر وحده، نعم لصدامنا القائد، نعم للحافظ الواحد، نعم للضارب إسرائيل، نعم للخلة مهيسيل، نعم للي تحداها، نعم للوحدة سواها، نعم للقائد الملهم، نعم للماغف على الهم، نعم للي رواها بدم، نعم للغانمة عنوان، نعم للخوف الأمريكان، نعم للسيف والدلة، نعم للشرب من دجلة، نعم لصدامه وهدله.